يمكن من فترة شفتش الأهلي بالسوق ده قبل كده الصراحة. كل حاجة في في لجنة تخطيط، في رئيس النادي، قراراته عجيبة، في مدير فني، في لعيبة، في مجلس إدارة، كل حاجة. تخبطات تخبطات تخبطات، الواحد اتخنق بجد. أنا ماتش الأهلي ده كنت بهرب منه من الحياة. بقيت عايز الماتش يخلص بأسرع وقت ممكن، عشان الأهلي بقى مؤذي للعين الصراحة، واللعيبة بقت مقرفة باستثناء كام لاعب بس على استحياء يعني. حزين الصراحة على وضع الأهلي وعلى الخسائر والحاجات اللي بتحصل في الأهلي دي الصراحة. أتمنى إن الأهلي يتحسن الموسم الجاي إن شاء الله. أنا الموسم ده رميت توبته خلاص. قبل ما أبدأ الفيديو، مبروك لكل إخواتي الزملكاوية للدوري بنسبة 100% خلاص. حتى لو الأهلي كسب الزمالك فما عنديش فرقة، المهم حاجة نكسب الدربي وأي حاجة، بس ما أظنش يعني. مبروك لكل إخواتي الزملكاوية الدوري، وانتوا احسن الموسم ده وعايشين حالة، والجماهير بتاعتكو حلوة، تشجع النادي بتعزرها في أصعب الظروف، والمدرب بتاعكو كويس، وروحكو جميلة الموسم ده تستحقوا، واللعيبة بتاعتكو بتلعب لأجل النادي ولأجل الجماهير، تستحقوا ده الصراحة. أنا شايف إن الأهلي النهاردة لعب مباراة أول 5 دقايق بس، بعد كده هجمات على استحياء. انا شفت شوبير دي ما حسيتوش قوي يعني برضو، صفر ما حسيتوش. شال كام كوره بس. سبب في الجون، انا شايف ان هو السبب في الجون ال- الاول. وياسر ومرعي اسوأ لعيبه في الاهلي في الماتش تقريبا، برضو لعيبه سيئه، ما عملوش اي حاجه. و في الجون التاني غلطة منهم هما الاتنين، كارثة يعني، جون كارثة. خش في الأهلي مفروض يعني. ضرب ياسين مرعي مع مايلي اللي بقاله كذا ماتش ما بيسجلش، راح مسجل فينا سبحان الله. فتحت عليه مش عارف ازاي يعني. بس اهو يعني نعمل ايه بقى. وهاني شفت الصراحة 4 أو 0. 4 كفاية عليه. كوكا شفت 5. كوكا 5 كان يعني مقبول في الدفاع، لكن في الهجوم ما هجمش يعني، ما شفتوش. مين تاني؟ نص الملعب بقى. اليو ديانج ما حسيتوش كان بيفقد الكور بكتير، كان بيقطع بس كان قدامه ان هو فعالية في قدام المرمى او في نص الملعب يعني، ما حسيتوش. هديه 2. مروان عطية نجم الشوط هديه 9.5، ولا هقول لك 10. حسيته كويس بيحاول يقطع، كان ناقصه بس انه يطلع بالكورة، بس مش بتاعته برضه بيني وبينك، فممكن اديه 10/10. حسيته جميل، بيحاول يقطع الكورة، بيحاول يطلع بالهجمة كده يعني. مين تاني؟ طاهر، على الروح اللي كان بيلعب بيها 4، لكن هو في المجمل 0. زيزو كالعادة بالونة درجن درجن صراحة. اتخنقت منك يا زيزو من أدائك آخر فترة. في إيه يا اسطى؟ ما تلعب كورة بقى يا عم. العب كورة والعب زي الناس يا أخي، اتخنقنا منك ومن أدائك المقرف. في إيه يا اسطى؟ مش كده يعني. العب كورة كده ومتع الناس، وخليك لاعب مفيد وليك لازمة كده، مش لاعب على الفريق وعمال تخسر كل الكور ومش عارف تباصي ولا عارف ترفع ولا عارف تشوط. جيت الأهلي ليه يا اسطى طالما أنت كده؟ كده خلق قرف في لعيبة بتاخد ملايين على لا شيء. ليه يا اسطى كده؟ ما تلعب كورة يا عم. بقالك كام ماتش بتعبط. في ايه يا اسطى؟ ما تلعب زي الناس. انت بتاخد مرتب قد كده، مش عايز تلعب ليه؟ انا مش فاهم. ده لغز برضو كبير في. المفروض انا ما عايز له سبب وحل، عشان انا اتخانقت من زيزو الصراحة، ما مش لاقي له سبب برضو. مين تاني؟ قلنا طاهر وزيزو وشريف. شريف كالعادة 0. شريف 0 بالنسبة لي. ما حسيتوش ولا بيحاول ولا بيعمل، واللي الزمالك لبسه لنا برضه للأسف يعني حاجة صعبة. وأنا اتخنقت من أداء الأهلي بصراحة يعني، ومن أداء شريف بصراحة آخر فترة مقرف الصراحة يعني. ده مهاجم أهلي إزاي يعني؟ هو كاموتش ومروان عثمان، مين دول يا جدعان؟ مين بيجيبوهم الأهلي ليه؟ استفدتوا إيه لما جبتوهم؟ مش فاهم. أنا بصراحة مش فاهم لجنة التخطيط في الأهلي دي بتعمل إيه في كنافة البلح، في البلحونيا خالص، في الطراوة مش معانا أصلا على الكوكب، والله العظيم بأمان. حاجة صعبة يعني. شفت تريزيجيه على الروح اللي كان بيلعب بيها 3، لكن هو في المجمل مش قوي برضه. كان بيخسر كذا كورة، وبحسه أناني في بعض الكور، كان ممكن يباصي بتاع كده.
نزل الشوط التاني محمد علي بن رمضان صفر كالعادة، ما عملش حاجة وما ضافش حاجة، ما حسيتهوش. نزل إمام ما شفتوش ما حسيتوش برضه. باديس صفر. نزل مين تاني؟ نزل مروان عثمان صفر كالعادة يا مروان، وغور من الأهلي بقى لعب في أي نادي تاني جال القرف قرفتونا ومش ممكن يعني. مروان عثمان ده جه من أنهي داهية ده؟ و100 مرة قلنا مروان عثمان ده جناح، مش مهاجم والله العظيم. لكن هنقول لمين بس؟ في مين تاني نزل؟ قلنا بن رمضان ومروان عثمان وإمام عاشور. بن شرقي. بن شرقي ممكن ندي لبن شرقي على المحاولة اللي حاولها الجندي. ممكن اديه 5. كان بيحاول يعني برضه. في مين تاني؟ في حد تاني؟ عن نسيت طيب. تقريبا هم دول اللي نزلوا تقريبا يعني. في حد اتصاب تقريبا، مش فاكر كان مين. ياسر. ياسر اتصاب ولا لا؟ كمل والله ما فاكر. بس ياسر كان ما اتصاب. بس كمل. لا كمل. او خرج ونزل حد يعني مكانه هادي رياض، مش متذكر يعني. بس وشايف ان الجون بتاع الاهلي، مش عارف هو ازاي تسلل الجون بتاع الاهلي بصراحه. ازاي جون الاهلي تسلل بصراحه؟ هقول الخط سليم، مش عارف، عايز حد يشرحها لي. انا شايفها مش تسلل، شايفها جون. دون حقي حتى وانا وحش والله. لازم اخد حقي. طيب هاخد حقي امتى يعني؟ مش ممكن. بجد التحكيم في مصر كارثه بصراحه، وحش قوي. حتى في الاجانب برضه زباله. متفهمش فيه ايه. كنت عايز اتكلم عن ايه تاني؟ ثواني هفتكر وانا معاك اهو. والمدرب ده لازم يمشي بصراحة. المدرب ده لازم يمشي. ياخد بعض كده ويتكل على الله. مع بداية الموسم مش عارف انا هنتصرف فيها ازاي، بس المدرب ده لازم يمشي، ياخد بعضه ويتكل على الله. عايزين مدرب تاني بقى بالله عليكم، مدرب حلو. وتهنوا في اختيار المدرب الفني. ابوس رجلكم والنبي. والنبي اختاروا مدرب مناسب وعادل لينا، ومناسب لشخصية وكيان النادي الأهلي. عشان كده مش هينفع بصراحة. واختاروه ان هو يكون حابب ان هو يدرب الأهلي. ومتمرس في الاجواء الافريقيه دي ابرز حاجتين. يكون مدرب ليه شخصيه برضه، فاهمني؟ واللعيبه النهارده كانت بتلعب بلا روح، بلا اي حاجه. بلا نخوه، بلا رجوله، بلا اي حاجه بصراحه يعني. حاجه صعبه. اتخنقت والله من الاهلي. وصراحه رميت توبة الموسم ده. انا رميه من بدري، بس رميته من حاليا ابتديت ارميها خالص يعني. في ايه تاني عايز اتكلم فيه؟ ومن رأيي أنا كمان برضو أتفق مع وجهة وسام سالم صديقي يعني. هو مش صديق يعني، هو متابع بس. قصدي بصنع محتوى. بس أنا بعتبره وبحب اللايفات بتاعته اللي قبل الماتش واللي بعد الماتش يعني. بيطلع اللي جوايا، اللي جوا الأهلاوية كلهم. فبضم صوتي ليه. أنا عايز كابتن محمود الخطيب خلاص كفاية كده عليه، واللي يدير النادي ياسين منصور بقى وسيد عبد الحفيظ. يكون الكلام ده فعلي بقى على أرض الواقع ويتطبق يا ريت. وشكرا جزيلا يعني. يا ريت يتطبق عشان الواحد تعب بقى بصراحة يعني من كابتن محمود. وخلاص يا كابتن محمود انت يعني لو في امكانية ان هو يمشي، بس مش عارف هل فعلا في امكانية ان هو ممكن يمشي ولا لا. بس ما اظنش يعني. لو يتنحى ماشي. لكن هو بنسبة كبيرة مش هيمشي، لان هو تقريبا لسه متعين. ده على رأي وسام يعني. هو وسام اللي قايل كده، مش متأكد بقى من المصادر من المعلومات. وبديله احلى تحية. وانا بحبك واستمر في محتواك. ودايما انت صوت الاهلي، انت واسلام مهدي. بحبكم كلكم. وبحب اسلام بوكس تو بوكس برضه، واديله احلى تحيه. صنع محتوى جميل برضه. كل الاهلاويه جمال الصراحه. مفيش صنع محتوى مش بيتكلمش بطريقه وحشه. لا كلهم بيتكلموا بطريقه حلوه وبيحبوا الاهلي وعايزينه احسن واحسن يعني. انا عايز الاهلي احسن احسن. وهختم بحاجه اخيره. هفضل احب النادي ده لاخر عمري. وافضل دايما اشجعه. وافضل دايما فوق فيه. هفضل مشجعه وهفضل مآمن بيه وهفضل مآمن بحظوظه لحد النهاية. هفضل معاه لحد لحد ما آخر ما أموت يعني، ويحصل لي حاجة يعني بعد الشر عليا. وهفضل سبورت معاه مهما حصل. ولو في إمكانية إن أنا أحجز ماتش الزمالك هعمل كده فعلا. وهحاول أحجز ماتش الزمالك. شوف كده الدنيا هتقول إيه. لو عرفت أروح أروح بصراحة. أنا نفسي أروح أحضر الماتش الأهلي حتى لو هو هسوى حالته ده، ما عنديش أي مشكلة. أنا بحب النادي الأهلي وهفضل أشجعه. محدش يقول لي شجع الزمالك وشجع بيراميدز والكلام ده. انا هفضل مشجع للنادي الاهلي في مصر، ومش هشجع غيره. وصلت. كان معاكم عمر من قناه كره للجماهير. وعمول لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك وكومنت وشير وظبط الدنيا كده. عايزين نوصل الفيديو ده في اليوتيوب 10 لايكات. وعايزين في التيك توك نوصل 200 لايك. او لو مش هتقدروا على 200 نوصل 20 لايك. بس كان معاكم عموري. احبكم. سلام.